الله على حلاوة وطعامة أكل زمان. بقالي كتير قوي واكتشفت النهاردة بالصدفة إن أنا جوزي بيحب اللوبيا بس ما كانش يعرف اسمها ايه، وعملتها على أساس إن هو ملهوش فيها مش بيحبها، بس عملتها ريحتها هي اللي خليته يقولي انت عاملة أكل ايه النهاردة؟ ايه الريحة الحلوة دي؟ قلت له عاملة لك لوبيا هتاكلها ومش هتبطل تطلبها مني. أول حاجة بنقع اللوبيا، أنا حطيت كوباية لوبيا في مية سخنة حوالي 10 أو تلت ساعة، بعد كده حطيتها على النار. الخطوة دي عشان ما تخليش الصلصة لونها سودة وتنزل ميتها السودة وتبقى مستوية وتاخد سواها مظبوط. بعد ما بتاخد غلوتين كده على النار بصفيها وحطها في على مية ساقعة كده بتبرد. عندي بصل وفلفل وتوم، سمنة، هحط البصلاية بعد ما بشرتها وهقلب. بعد كده هنزل بالفلفل والثوم، هقلب تقليبة الأول، بعد كده هنزل بالثوم، بعد كده هنزل بمكعبين مرقة لحمة، بعد كده هقلب وهنزل باللوبيا بتاعتي وابدأ بقى أقلب كل الخليط بتاعي ده في بعضه. إن أنا لما بدوب مرقة الدجاج بتاعتي أو مرقة اللحم بتاعتي مع الخضار، أنا ببقى عايزة كله يبقى متشبع، عايزة كله واخد نفس الطعم. وهقلب كام تقليبة مع اللوبيا بحيث ان نتأكد ان كل البصل والثوم والسمنة مرقة اللحمة كله دخل في بعضه. في الوقت ده بقى هكون انا عصرة حوالي نص كيلو طماطم من غير مية، انا عايزاه يبقى طماطم بيور بس، وهنزل عليهم وهقلب تقلبتين وهكمل باقي الحلة. هحط حوالي كبشتين أو كوبايتين من الشوربة، أنا عاملة لحمة فهحط اللحمة وهحط كوبايتين من الشوربة، وهبدأ إن أنا أقلب وهغطي وهسيب النار واطية، مش هعلي عليها النار عشان تاخد سواها على مهلها. بالنسبة للبهارات اللي أنا بهارت بيها، أنا حطيت دلوقتي مكعبين مرقة. بعد ما بتبدأ تغلي وتخش في التسبيك كده وتستوي ببدأ أدوقها وأشوف هي محتاجة ايه. شايفين شكلها كده دخلت في السوا. هنا بقى هبدأ أحط رشة ملح برشة جوز الطيب، رشة من السبع بهارات وبس كده، وشوية ملح صغيرين لأنها طلعت دلعة حبة بس. والله العظيم فكرتني بأيام زمان، جدتي الله يرحمها جوزي جه على الريحة انتي عاملة أكل النهاردة ايه الريحة الحلوة دي؟ ولما دقها ما شاء الله أنا الحلة يا جماعة خلصت والرز خلص وكله خلص بألف هنا وشفا. جربوا الطريقة دي مش هتندموا أبدا ومش هتبطلوها، وألف هنا وشفا وباي باي.